هذا حرم العسكريين بميزة أنه دار ل3 أئمة معصومين. بقية مراقد أهل البيت قبورهم، إلا بيت الهادي والعسكري بيت سكنهم، هذا بيت الإمام الهادي وبيت الإمام العسكري وبيت الوريث الشرعي الإمام المهدي عليه السلام. صاحب البيت حي يرزق، صاحب البيت حي يرزق. فهذا فد مكان خاص، يعني مكان الإمامين العسكريين فد مكان خاص، هذا بيت إمام حي، فليزورهم يقرب هذا المكان المفروض يكون بمستوى حقيقة. يعني قلت لهم للمؤمنين صبيحة يوم شهادة الإمام الهادي بحرم الإمام الهادي، قلت لهم اليوم أكو صيحة بهاي البيت، بهذا البيت أهل سامرة سمعوا أكو صيحة اليوم بهذا البيت، أكو واعية، أكو نسوان صاحت اليوم وزلم صاحوا اليوم هذا البيت. وطلعت سامرة بكل أهلها برجالها ونسائها وأطفالها وشبابها، والكل قصد بيت الإمام الهادي، شكوا خير شنو هاي الصيحة. فأخبروهم بأن الإمام الهادي غادر الحياة. فالناس قام تبكي، لأن الإمام الهادي كان محسن الأهل سامرة، هذا من جماعته وذاك من أعدائه، وهذا نصراني وذاك مسلم، وهذا من جماعة فلان وعلان. المريض الإمام يدعو له، والمحتاج الإمام يساعده، شلون؟ واللي عنده حاجة الإمام يقضيها، ومن تطلع جنازة الإمام عليه السلام، وهكذا كان محسنا إليهم. فلما استشهد الإمام الهادي ضجت سامراء بأهلها، الكل طلع، حتى النسوان طلعت من بيوتها تصيح وعليا وتقياه ونقياه وكريماه. الناس كلها صاحت على الإمام الهادي، والدموع جرت على الإمام الهادي. وأهل سامرة وقفوا بصحن ذاك الوقت، بصحن دار الإمام الهادي، بصحن البيت وقفوا. بيت الإمام كان بستان بي كبير، بيت الإمام حسب الظاهر هاي المنطقة القديمة بسامرة كلها كانت بستان مال بيت الإمام. اشترى بستان كبير من يعقوب النصراني إن لم تخن الذاكرة اسمه، الإمام مثل سامرة اشترى منه بستان، كان اشترى منه الإمام عليه السلام وسكن بي، سواله بيت بي وسكن بستان كبير. هاي المنطقة القديمة كلها كان بستان الإمام عليه السلام. هذا بعدين زغر المرقد بهالشكل هذا. فجت الناس دخلت بهالبستان هذا وتنتظر الجنازة تطلع من بيت الإمام. طبعا الإمام الحسن العسكري كان يغسله بالبيت ويجهزه كمله، وبرا شوية انفتح باب من بيت الإمام وطلعت الجنازة، فتلاقفتها الأيدي والرقاب، على الرقاب حملت الجنازة، والكل يصيح وعلياه، نسوان ورجال وأطفال وشباب. وكانوا ينتظرون الإمام الحسن العسكري يطلع وراء الجنازة حتى يعزوه. اتفاجأت سامرة وأهلها بأن الحسن العسكري طلع وراء الجنازة بلا عمامة وحافي القدمين وشاق قميصة من الأمام ومن الخلف، قميصة مشقوق على والد الإمام الهادي، وكأنه يريد يقول الظلام المر بيها والدي ما تدرون بيها، ما تعرفوها. 20 سنة بسامرة مسجون والدي، الناس تخاف الدقبابة، الدقبابة الناس تخاف. فيظهر الإمام راد يترجم هاي الظلامة بشق قميصه على أبيه. فلما شافوا الحسن العسكري حافي بلا عمامة شاق قميصه، الناس بكت أكثر. يا ابا الحسن شال أبوه قلبه مالوم ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم. ما قدرت أكسر قلبك، ما قدرت على الإمام الهادي، ما أعرف بعد. يا بشال أبوه قلبه مالوم 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 ويصيح بصوت يا أبويا يا مظلوم. والله يا أبويا يا مظلوم، يا رحمة الباري وباب العلوم، يا رحمة الباري يا أبويا، يا رحمة الباري وباب العلوم. بويا يا وسفة عليك تروح مسموم،
بويا يا واسف عليك تروح مزموم مزموم مزموم، لجن شلناك فوق الروس اليوم بويا، لجن شلناك فوق الروس اليوم مو مثل البقعار بلا هدوم بلا هدوم بلا هدوم. كل الرزايا هونتها مصيبة حسين موجي، مو مثل البقعار بلا هدوم. يا حسين يا عملة القوم، اي والله عملة القوم. يا حسين يا عملة القوم، يا عمتي الابجي لها دموم، ابجي لها دموم. الحسن العسكري يقول يا عمتي الابجي لها دموم، مثل اجداده المظلوم لابد ينقتل بالسم. اذا ما قتلوه بالسم مثل اجداده المظلوم لابد ينقتل بالسم. لو ينذبح مثل حسين او من نحره يسيل الدم، اذا ما ذبحوه لو ينعصر خلف البايا وصدره بعصره يتهشم، اذا ما دفعوا الباب عليه لو تتقطع جفوفه مثل عباس نعم العم. يا يابا لو تتقطع جفوفه مثل عباس نعم العم. اللي يؤذي اهل الايمان هنا، اللي يؤذي اهل الايمان هنا، انه وحده من جوارب بيت الامام الهادي لما شافت تابوت ونعش الامام الهادي، ومن جهة أخرى شافت الحسن العسكري بلا عمامة وشاك ثوبه على والده، هاي الجارية فقدت وطلعت ورا الجنازة تصيح ما صنعت بنا يا يوم الاثنين. الله يا يوم الاثنين. الإمام الحسن العسكري وهو بهذا الحال قال لهم هاي فلانة، قال له ولا نعم، قال لهم ارجعوها لا يسمع صوتها، رجعوها. سيدي جارية، قال وين جارية؟ يا عايشة ببيت علي الهادي، قد ترجع إلى الدار، رجعوها. أقول له سيدي ايش تقول لو رأت عيناك عمتكم يوم كربلاء؟ يا زين جد شلون جاية 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 يأشرون يا ابن امي علي. شلون يعني يأشرون؟ يأشرون يا ابن امي علي ويقولون هاي الهاشمية محتارة وتطر جيوش مية. يا أمية أنا عتبي على راعي الحمية، عباس خويا قوم لي قوم لي، عباس خويا قوم لي، عباس يردوني سبية، خويا يردوني سبية، عباس يردوني سبية. خويا أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة، يا بديرة قامت تبشر بديرة، اخت عباس جابوها أسيرة. يا وسفة اخت عباس جابوها أسيرة، والمن بعد وجهي أديرة. يا بديرة لا خوان عندي ولا عشيرة، المن بعد وجهي أديرة، لا خوان عندي ولا عشيرة. موجود الراديو؟ موجود؟ زين يجي ولا
ارقى السبوق بليل هندس. زينب توصل رسالة: يابا ارقى السبوق بليل هندس، واسبق الهاب اللي يرسرس، وصل هلي والوجه معبس. اسمع الحكي باوعلي: يابا وصل هلي وصل هلي وصل هلي والوجه معبس، والطم على وجهك وهوس، قلهم يا هالنظرات تخلس، كل حيد بيكم أسد يفرس، ولو شافكم عفريت يخنس. والله يا بني هاشم لو شافكم عفريت يخنس، عفت الشمر بحسين يرفس. يا بعفت الشمر واقعا وصفه، واقعا والله العظيم وصفه. انا عفت الشمر بحسين يرفس، وزينبكم بمجلس لمجلس. يا زايق النوق ما تقدر تمر بهلي، يا زايق النوق ما تقدر تمر بهلي، انا عزيزة قدر لا تعاين المحملي. انا اخويا شمس وانا القمر، شافلي امر وانهى كنت وبس اسمع الدللي. يا يابا بس اسمع الدليل، بدولابه فرن الدغر، بدولابه فرن الدار، وخلى دموع دهلي بدولابه فرن الدار. يا يابا وخلى دموع دهلي رايده منك طلب، رايده منك طلب، سويه لله وإلي توصل مضارب مضر، وعلى ناقتك معتلي وتصيح يا اهل الشيم يا اولاد حمزه وعلي، الكم حراير جبد والله البلايه ولي.